بالوثائق. إخبار للنائب عدي عواد عن قضية بان، تعطيل الكاميرات وآثار خنق وكدمات ورفض ذويها تشريح جثمانها. أرسل النائب عن محافظة البصرة النائب عدي عواد اليوم الأربعاء إخبارا إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن قضية الطبيبة بان زياد. تحية طيبة. استنادا لأحكام المادة 27 تاسعا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، ومن خلال لقائنا مع عدة خبراء في الطب العدلي بخصوص تفاصيل المشاهدات الأولية للطبيب على جثة الضحية الدكتورة بان زياد، حيث تأشر لدينا ما يلي: أولا، تعطيل كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد الحادث بفعل فاعل لعدم وجود أي عطل بالمنظومة. ثانيا، وجود آثار محيطة بالرقبة لعملية خنق وعدم العثور على أي حبل أو أداة أخرى استخدمت لهذا الغرض عند الكشف على محل الحادث من قبل الأدلة الجنائية. ثالثا، التأخير في التبليغ عن الحادث من قبل ذوي الضحية وقيامهم بتنظيف محل الحادث بعد نقل الجثة مباشرة دون تصريح من الجهات المختصة. 4. وجود كدمات متفرقة على عدة مناطق في الجثة. 5. وجود جرحين متماثلين بكلا اليدين بطول 9 سنتيمتر وعرض 6 وبعمق يصل إلى العظم وبشكل طولي، علما أن المجني عليها تستخدم اليد اليسرى عادة مع عدم العثور على الأداة الحادة التي أحدثت الجروح في محل الحادث. 6. كتابة عبارة "أريد الله" على حائط الحمام بدم الضحية عريضة وبسمك 3 سنتيمتر لكل حرف، يحتاج إلى دماء كثيرة لكتابة هاتين العبارتين. 7. رفض ذوي المجني عليها تشريح الجثة والضغط على الجهات المختصة لسرعة استلام الجثة. 8. وجود مراسلات بين المجني عليها ومعارفها تتضمن كون المتهم ورفاقه يتعاطون المخدرات في البيت، ومع ذلك لم يتم إجراء فحص للمتهم لإثبات كونه يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية من عدمه. 9. وجود جروح في مناطق حساسة بالجثة، وهي سبب آثار الدماء على ساقي المجني عليها أثناء المشاهدة الأولية للمجني عليها. 10. انتشار تعليق في وسائل التواصل لشخص يدعي أنه من ذوي المجني عليها تضمن تعاطي المجني عليها حبوب مخدرة قبل الانتحار، وعثر على الحبوب في غرفتها مع مشارط طبية، وأن كاميرات المراقبة لم تسجل دخول أو خروج أي شخص للبيت، وهنالك تسجيل بصوت المجني عليها سلم للشرطة بيّنت فيه أنها ستنتحر لأنها كرهت الحياة. ولكل ما تقدم نطلب من محكمتكم الموقرة التحقيق بما ورد أعلى استنادا لأحكام المادة 48 الأصولية.